السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جميلات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا من اخر فيديو فات. صباحكم فل وهنا وسعادة ورضا من الرحمن، رزقكم الله هناء الدنيا والاخرة، اللهم امين. حبيبي بشكركم جدا على كم الدعوات الجميلة اللي انتوا قلتوها لي الفيديو اللي فات، وكم الترحيب. ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم ويجعل كل كده يعني كل حاجة جميلة في قلوبكم كده في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم امين. هنبدأ الفيديو هو، ومش بتأخر عليكم بقدر الامكان على قد ما بقدر. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. المقطع ده يعني قديم لكن بقية الفيديو جديد لكن المقطع ده كان قديم، كان لسه في الدراسة، احنا دلوقتي في الاجازة. ف كده كنت خلاص مريم كنت جهزتها للمدرسه ومستنين الباص وكده، فلقيت ايه بقى، كان السلم محطوط لان كانوا بيركبوا لسه الستاير، فالسلم الخشب كان موجود، كان لسه زوجي يعني ما شالهوش وكده مكانه. فقلت طالما هو بقى موجود انتهز الفرصه وامسح المروحه، لان بصوا كان منظرها عامل ازاي، حاجه بشعه خالص يعني، كان كميه تراب عليها فظيعه يعني. من قبل العمليه بقى وانا ما كنتش بعمل اي حاجه في البيت وكده، وفي نفس الوقت خلاص ما عدناش بنشغلها يعني، فقلت بقى استغل الفرصه واعملها وكده. فطبعا جبت طبق زي ما انتم شفتوا كده، وجبت اللي هو المنظف فريده ده، جميل قوي يا بنات وريحته حلوه قوي. هو متعدد الاستخدام، اي حاجه ممكن نستعمله فيها بقى، حوائط، الرخامات نلمع بيه، اي حاجه. هو متعدد في الاستخدام، بيدي رغوه بسيطه خالص كده، بس بصراحه انا بحب ريحته جدا. فمسكته بقى وجبت فوطه نظيفه وبدات ان انا ابلها. انا بحب ان انا اعمله بالميه، ليه؟ لان لو عملتها من غير ميه هتبهدل الدنيا كلها تراب، لكن دي بجد بتخليها حلوه قوي. عايزه اقول لكم اللي في الجناب ده صدى، لانها طبعا بقى لها كتير جدا المروحه. ف يعني دي مش قله نظافه بقى، الحمد لله كده بقت بتبرق وجميله، الحمد لله على كده بجد يعني. تعبتني جدا، بس بصوا الميه منزله ايه. كل ده بقى كان هينزل على السجاد والترابيزات والانتريه، وكان هيبهدل الدنيا خالص. لكن بصراحه موضوع الميه بالمنظف ده بيبقى حلو قوي، وفي نفس الوقت نطفت. والفوطه برضو بغسلها وخلاص. هنا كنت خلاص مريم بقى الباص بتاعها جه، فالحمد لله ربنا ييسر لها يا رب. وخلاص كده كنت اديتها الشنطه ونزلت بقى هي كده. ربنا ييسر لاولادنا جميعا وينجحهم ويرزقهم الفهم الطيب، ويعن عليهم يا رب، على تربيتهم يا رب، اللهم امين. ده بقى بدايه من المقطع ده جديد، فدمجت لكم بقى الاتنين كده مع بعض عشان ايه، يكون كله كده متساوي يعني مع بعض. دخلت بقى هنا على الركنه. عايزه اقول لكم ان انا غيرت نظام الشقه خالص. ليه بقى؟ انا من نوع، واكيد انتوا اتعودتوا على طبعي، انا بحب ان انا لما اجي مثلا امر بالظروف، او مثلا حصل دروب كده مثلا، او ابتلاء، او اي حاجه من اللي احنا بنمر بيها دي، اغير مكان اي حاجه عشان ما احسش ان انا لسه في الحدث، في قلب الحدث يعني. لما عملت العمليه كانت الشقه كئيبه جدا، وكنت كل ما ابص لكل حته فيها كنت اتضايق. لا انا عايزه اغير المكان ده عشان انسى ان انا مريت بفتره زي دي، او اغير من نفسيتي. فطبعا غيرت نظام الشقه خالص، وهوريها لكم برضو دلوقتي انا عملت ايه. بس بدايه كده ده التنظيف العادي يعني. الحافظه دي على فكره انا جايباها جديد، الحافظه اللي في الارض دي، جبتها لونها كده رصاصي في بنفسجي عشان تليق برضو على الركنه. ما رضيتش بقى ان انا ايه اقعد انفض واعمل يعني، على قد ما بقدر بقى جبت المكنسه عشان اشفط لو في لب، لو في اي حاجه. احنا في فتره اجازه، بس في فترة اجازة برضو وشغالين في الدروس يعني، ما خدناش راحة يعني لان ربنا يعيننا والله يا بنات. فعلا المنهج صعب جدا، وبحسه كمان صعب على اولياء الامور، لان اولياء الامور هم اللي بيذاكروا بيراجعوا الدروس والكلام ده. فبحس ان هو صعب كمان على اولياء الامور، مش على الاطفال بس. يعني انا لما باجي افتح المنهج بتاع مريم وكده، فبحس ان انا في حاجات كتير جدا بتقف قدامي، حاجات مش ما تنفعش لسن اطفال. بس سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. ربنا يفهمهم يا رب على الطيب، وينجح ولادنا جميعا، ويقر عنا بنجاحهم يا رب، اللهم امين. مسكت بقى كده المكنسه وبدات ان انا اشفط الاجزاء كلها. هي كان فيها تراب وفيها بقى شويه لب بقى مكان القعده، لان عشان هنا التلفزيون والدفايه دي هنا بقى، اللي بيبقى قاعد مثلا وعايز بقى يستغطى وكده فبيستغطى يعني، بحطها هنا كده عشان لو حد عايز في الساعه يستغطى وكده يستغطى بيها. فعايزه اقول لكم برضو ان الجو مش ساقع قوي، اللي هو لدرجه ان الواحد يبقى قاعد سقعان، بس الحمد لله يعني رب العالمين، كله من عند ربنا كويس.
والحمد لله لقيت الاستيكه والقلم. يعني الاستيكه والقلم دول قعدت فتره جامده جدا مكه تدور عليهم، واقول لها يا مكه انا لسه مدياهم لك وكده، وفي الاخر فعلا لقيتهم هنا. يعني انا متاكده ان انا كنت هلاقيهم هنا. يعني الحاجه لما بتتحطش في مكانها بنقعد نلف عليها بقى طول النهار، يعني هنلاقيها هنا او هنا، يعني مش هتروح في حته غير كده. قولي لي بقى حلوين، بتعملوا ايه في الاجازه وعملتوا ايه في الاجازه؟ وحشتوني والله قوي، وتعليقاتكم جميله جدا. يعني لو ما قدرتش ارد على كلها، بس بجد انا بشكركم جدا جدا جدا. ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم ويجازيكم كل الخير عني. يعني والله محبتكم دي من القلب للقلب، يعني اخواتي بجد، مش كلام والله وخلاص. يعني ان انا انزل بس بوست كده وكنت غايبه عنكم، وانزل بوست كده وتدعوا لي كم الدعوات دي، واول ما انزل فيديو من فتره طويله الاقي كم الاستقبال ده منكم، فدي حاجه مش هينه، واللي ما بيننا ده مش حاجه كده وخلاص. ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم، اللهم امين يا رب. بصوا بقى دي يا بنات، دي دفايه انا جبتها وقسمتها. المفروض انها دفايه بتبقى فوطه، بتبقى وشين، وش كده شبه الفوطه والوش التاني بيبقى ناعم. اولا عجبني شكلها جدا، ثانيا لقيتها حسيتها لون الركنه، يعني لونها ماشي جدا مع الركنه. ثالثا بقى، وده الاهم، انها مش بتتزحلق لما بتيجي تقعدي عليها، مش بتتزحلق. لكن اللي كنت حطاهم قبل كده كل ما بنيجي نقعد بيقوموا متزحلقين واقعين على الارض، وطول القعده اصلا هم مش محطوطين في مكانهم، فما لهمش استفاده. وانا عايزه الاستفاده الاكبر منها، ان احنا طبعا هنا قعدتنا في الشتاء زي ما انتوا عارفين، فدايما بناكل هنا وبنشرب هنا، والقعده بتاعت البنات هنا، فلو حاجه وقعت، شويه فرافيت، اي حاجه من مكان ما احنا قاعدين، فطبعا مش هستفاد بقى منها حاجه، ما انا هضطر ان انا اغسل الركنه. لكن حسيتها بصراحه بجد عمليه قوي، عشان مش بتتحرك من مكانها خالص. والكرسيين السفر انا هوريه لكم دلوقتي، انا بجد بتعب في تنظيفهم جدا، لانهم هم اللي في دخلة الباب، يعني اي حد داخل بيقعد عليهم هم، وبيبقوا صعب تنظيفهم بقى. فقلت لا هتحفظهم لي، وفي نفس الوقت هي لونها موف شبه الحافظه اللي انا جبتها في الارض، وفي نفس الوقت فيها بنفسجي برضو، هتليق على على الركنه. قولوا لي برضو ايه رايكم يعني. لما هتبقى الحاجة البسيطة دي، على فكرة ده مش شغل عميق ولا حاجة، بس انا عندي الحمد لله الدنيا نظيفة، يعني مفيش بقى عنكبوت، مفيش تراب، مفيش الكلام ده، الحمد لله رب العالمين. لان انا بعد العملية طلبت حد يساعدني الحمد لله، لان طبعا ما كنتش بعرف اقف اعمل اي حاجة خالص. فطبعا المساعدة دي جت، يعني عملت لي اللهم لك الحمد، ربنا يبارك في صحتهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا يا رب، اللهم امين. فعملنا الشقة عاملة حلوة يعني، فالحمد لله مفيش اي حاجة عندي عميقة، كل حاجة بعملها كده اول باول عشان احافظ عليها. يعني انا بحس ان احنا لو ايدينا مش في الحاجة كل يوم، يعني سبحان الله، لو الام رقدت يوم بس كده ولا حاجة تلاقي الدنيا على بعضها. لو ايدينا مش في الحاجة كل يوم بتلاقوا الدنيا بقت كده مش في مكانها خالص. فربنا يبارك في صحتنا جميعا يا رب، اللهم امين. هو زي ما قلت لكم هيحافظوا شوية على الكرسيين الصفر دول، لانهم بيتوسخوا بسرعه. ونصيحه لو عروسه بتتفرج عليا، ما تعمليش اي الوان فاتحه جدا زي دي، عشان لما بيجيلك اطفال يا حبيبتي مش هتعرفي تستمتعي باي حاجه من دي، وهتضطري ان انت كل شويه تنضفي. يعني انا بندم على الكرسيين الصفر دول، لان بصراحه متعبين جدا في التنظيف، وبيلموا تراب، واي بصمه فيهم كده بتبان. بس نقول الحمد لله. الحافظه بقى يا بنات شكلها حلو قوي بصراحه وعجباني، وكمان الدفايه اللي انا عملتها على الركنه دي فيها من الحافظه. يعني انا الدفايه دي لونها جميل قوي، عجبتني قوي. انا جبتها كده وقصتها، يعني قصتها 3 قطع، حطيت قطعتين على الركنه نفسها كده الحرف ال دي، والقطعه الثالثه قصتها 2 حطيتها على الكرسيين زي ما انتم شفتوا كده. بس عجبتني قوي، حسيت ان الدنيا ماشيه مع بعضها شويه الحمد لله. بدأت بقى ان انا اكنس بالمكنسة، عشان لو في اي فتافيت وقعة، لو في اي حاجة مكان بقى قعدتنا وكده. وعلى فكرة الترابيزة دي فاكرين كانت بتاعت الانتريه القديم. عفوا يا بنات، انا الترابيزة اللي هي البيضة بتاعت الركنة دي هي موجودة، وانا حطاها في الاوضه اللي انتوا شايفينها اللي قدامها الكرسي الصغير ده، حطاها جواها. وطلعت دي لان اولا دي كبيره بتاخد الاكل واحنا قاعدين ناكل، ثانيا البيضه الادراج بتاعتها اتكسرت،
فانا عايزه بقى شكلها مش لطيف خالص، فانا عايزه ان شاء الله على ما تتصلح وكده اروح يعني اصلح الادراج بتاعتها وكده وارجع ارجعها مكانها تاني. فقلت بقى دي تقضي الغرض يعني وكده. عايزه بقى اقول لكم ان احنا ان شاء الله نبدا مش تنظيفات يعني، برضو ما نتقلش على نفسنا لاننا احنا دلوقتي في اجازه، فاللي يقدر يعمل حاجه من التنظيفات العميقه بتاعه رمضان والعيد يعملها دلوقتي عشان ما يتعبش في الدراسة، لان احنا هنبقى في دراسة يعني يعني 10/2 باين او 11/2 هيكونوا دخلوا الدراسة يعني ان شاء الله، فما نتعبش نفسنا واحنا في الدراسة لانه اليوم بيبقى قصير جدا اثناء الدراسة. فاللي يبدأ يعمل حاجة عميقة يعملها من دلوقتي من تنظيفات يعني رمضان، والحاجة تبقى السهلة اللي تبقى قبلها بقى. انا ان شاء الله بس هنزل الحافظة يغسلهم في البيت، انا لو ربنا قدرني الحافظات كلها بتاعت البيت يا انزلها مغسله. بس اللهم لك الحمد يعني ان البيت يعني الصاله كلها بقت حافظات، فانا فرحانه بحاجه زي دي. بصوا اذكار الصباح والمساء حاجه جميله قوي، عاملاها يا بنات كده خشب كده رقيق خالص بس جميل قوي، عشان لو عندك اطفال بقى يحفظوها وكده طول ما هم شايفينها. ف حسيتها حاجة حلوة يعني، لو هتحطيها قدام الحوض، لو هتحطيها في الأوضة بتاعتهم، هتلزقها في الأوضة بتاعتهم، هيفضلوا كل شوية شايفينها، وفي نفس الوقت هيرددوا كل يوم أذكار الصباح والمساء لو هم بيحفظوا ببطء يعني. اهو بصوا هنا الركنة زي ما انتم شايفين حطيتها كلها على بعضها يعني، وحطيت الكرسيين السفر كلهم على بعضهم، وهنا بقى الانتريه اهو حطيته اهو في داخلة اللبس. كنت برصص الخدديات يعني، عندي عقدة كده من الخدديات ان هي متبقاش في مكانها، فبفضل كل شوية بقى الف في الشقة كلها لو في خددية مش في مكان اجيلها. ودي اللي بقى خمارات بتوصلها. وبصوا انا حطيت السفرة في ظهر الانتريه والنيش قدامها، مكانش في حل غير كده عشان اوسع دخلة الباب، لان انا اجيت فترة حطيتها في دخلة الباب فضيقت الباب خالص بتاع باب الشقة، فهي ملهاش حل غير كده، والتنسيق ملهوش حل غير كده. على الاقل ان انا وسعت القعدة بس اللي احنا بنقعد فيها، المكان اللي احنا بنقعد فيه. دخلت بقى كان عندي برضو شوية مواعين كده، وده كان روتين مسائي بصراحة يعني، ما عملتش حاجة بالنهار، هو ده كان بس مكان الغدا بقى يعني، المواعين دي كانت مكان الغدا. وكنت نزلت قبلها كده قبل ما ابدا معاكم الروتين ده، جبت شويه فاكهه وشويه حاجات من بره وخلاص. عايزه اقول لكم الاسعار يا بنات ربنا يرحمنا برحمته والله ويرخيها على الناس كلها. كل حاجه في تزايد، كل حاجه بتنزلي اصلا بمبلغ مش بترجعي بيه يعني، اللي هو بتبقى عايزه فوقه كمان يعني، بتبقى مثلا محدده نفسك انك هتنزلي مثلا هتجيبي مثلا فرخه، هتجيبي حاجه، بترجعي اصلا من غير الفلوس وبتبقى عايزه كمان. فربنا يرحمها برحمته، ربنا يرحمنا برحمته ويرخيها علينا جميعا يا رب، ويرزقنا كلنا من حيث لا نحتسب، اللهم امين يا رب. بشطفهم بس كده بسرعه وبحطهم في غسالة الاطباق وخلاص. انا دلوقتي بقيت استخدم في غسالة الاطباق مسحوق فانيش على لودفيك، بحط يعني بخلط كده 4 اقراص على شويه على كوبايه من لودفيك وبطحنهم مع بعض كويس. وبعمل بقى تريكايه يا بنات، ان انا باخد معلقه من المسحوق اللي انا عملته ده وبحطه في درج المسحوق، وبحط عليه كميه ميه كتيره، بس انا ما عملتهاش في المره دي، انا بحط عليه ميه في قلب الدرج، فالميه اللي في قلب الدرج دي بتخلي المواعين بتطلع تحفه. هتجربي كده تحطي بس ميه على المسحوق اللي انت حاطاه في درج غسالة الاطباق، هتلاقيه بجد يعني معاكي بيلمع وزي الفل بجد يعني، المواعين بتطلع معاكي بتبرق، والغسالة نفسها بتبرق معاكي من جوه. جربوا كده التركية كده وقولوا لي هيبقى عامل معاكم ازاي. خلصت بقى كده المواعين، وببدأ بقى كل مثلا يوم باخد حلة من دول اعملها من الظهر بتاعها كده، لانها البوتاجاز عندي بايظ خالص يعني، كل ما اعملها بترجع تاني، بيطلع كده شبه هباب اسود كده، فكل ما بعمل حلة من دول ترجع تتعمل تاني. فبقعد كل يوم بستخدم كده الحلة يومين عشان ما بتكونش كذابة، وبرجع بعد اليومين احط لها زي منظف كده على ظهرها وادعكها تاني وارجع، وهكذا بقى على ما نصلحها كده ان شاء الله. خلصت بقى كده المواعين، وجبت بقى هنا كنت جايبة فراولة. الفراولة في منها انواع واسعار واشكال يعني، لكن انا دي كنت جايباها الكيلو ب15، وكنت قابلت كمان كان عربية واقفة كده لقيتها الاتنين ب25،
فالاتنين اللي هي 2 ب25 دي حسيتها طريه خالص يا بنات، ويعني على ما اوصل للبيت كده مش هتلحق يعني توصل البيت. لكن ام 15 كانت ماسكه نفسها شويه، فجبت بقى اللي هي ب15 عشان تبقى ماسكه نفسها شويه، بتبقى وبرده بتبقى يعني طعمها مختلف واساميها مختلفه برضو، بس انا مش عارفه اساميها بصراحه يعني، والتاجر بيقعد يقول لي وانا بقعد اهز راسي كده وخلاص مش عارفه الاسامي بتاعتها. بغسلها بقى كده كويس عشان لو فيها اي رمل ولا كده. لازم بقى نشيل برضو الجزء اللي بيبقى فيه العنقود بتاعها ده، لانه بيبقى مليان رمل ومليان حاجات، فمهما تغسلي فيها برضو هتنزل رمل وكده. فغسلتها بقى كده برضو. الحاجات دي بتبقى بقى بالليل يعني بتاعت السهرة بقى، اللي بتبقى قاعدة بقى كده للسهرة. وبرضو جبت استفندي، بس الاستفندي انا بغسله على قد ما احنا هناكل، يعني على قد ما انا هقدم هناكل لما باجي اغسل، يعني عشان لما بيتغسل كله بيبوظ، لو غسلتيه كله وركنتيه وما اتاكلش بيبوظ، بيطرى كده والميه بتدخل جواه وبيطرى، فتغسلي على قد ما انت هتاكلي. بس طلعتهم من الصاله وبس على كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بحبكم جدا جدا في الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير يا حبايب قلبي، ما تنسونيش من صالح دعائكم، وربنا يجزيكم كل الخير عني يا رب. السلام عليكم حبايب قلبي.